قصة بيودي باي أكبر يوتيوبر وأكثر شخص عمل أرقام في تاريخ اليوتيوب. شو هي علاقة سقوط قناته؟ هل سبب سقوط قناته هو تراجع جودة المحتوى وكثرة الفيديوهات التسليكية، أو السبب أنه عمل دس على يوتيوب؟ شو هي علاقة قناة تي سيرز، وهل كان مستر بيست السبب؟ والمشاكل الكثيرة اللي صارت مع بيودي باي، وراح نتكلم عن بدايته وشو هو السبب اللي خلى قناته تسقط بعد ما كانت قناته تجيب للفيديو الواحد أكثر من 15 مليون مشاهدة. كل هذا راح تعرفه بفيديو اليوم، وقبل لا نبدأ لا تنسى اللايك للفيديو. بيودي باي هو يوتيوبر سويدي، واسمه الحقيقي هو مو بيودي باي، اسمه الحقيقي فيليكس ارفيد اولف شالبريدج. سبب تغيير اسمه بان كل المشاهير لهم اسم فني، مثل مستر بيست اسمه الحقيقي هو مو مستر بيست، جيمي دونالدسون. وبيودي باي دخل عالم اليوتيوب قبل 13 سنة تقريبا. وش سبب شهرته؟ بيودي باي من اوائل اليوتيوبرز اللي بدأوا في عالم اليوتيوب، ومع استمراره على يوتيوب وجودة محتواه العالية بدأت قناته تكبر، وهنا بدأت المشاكل مع بيودي باي، وبدأ في سباق مع قناة تي سيرز مين راح يوصل لل 100 مليون مشترك اول. ولانه تي سيرز شركة كاملة وبيودي باي مجرد يوتيوبر، بدأوا اليوتيوبرز الأجانب يدعموه. حتى مستر بيست دعم بيودي باي وصار يطلب من الناس بالشارع يشتركوا بقناته، وحجز لائحة إعلانية مكتوب عليها اشتركوا بقناة بيودي باي. ومستر بيست اللي راح يكون سبب هبوط قناة بيودي باي بسياق الفيديو. وبعد ما كثير يوتيوبرز دعموه وصارت تزيد قناته بأرقام كبيرة، وهذا أكثر شيء ضره. وبعد استمرار كبير على يوتيوب بمحتوى منوع جيمنج ورياكشن وفلوج، لدرجة انه منزل على قناته 4500 فيديو، وهذا شيء ضره اكيد، لانه في ناس تحب محتوى معين فراح تترك قناته بيودي باي، وراح ينقص عدد المشتركين والمشاهدات اكيد. والدليل انه بيودي باي عنده 111 مليون مشترك، ومشاهدات الفيديوهات مليون او مليونين، وحاليا بيعمل على قناته ردة فعل وفلوج، وما بيتعب عليهم في المونتاج ولا باي شيء. وسبب انهيار قناته هو المنافسين اللي كثير اقوياء بمحتواهم على يوتيوب. وبرايي سبب انهيار قناته على يوتيوب لانه هو تعب ومل من اليوتيوب، ولحد الان مستمر على قناته من 13 سنة تقريبا، والى الان مستمر. وانتهى الفيديو، اتمنى بان المحتوى نال اعجابكم.